ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكلتنا حلوه خالص وجميله. هنعمل النجرسكو، المكرونه بالفراخ. هنا انا عندي صدور فراخ مقطعاها صغير، وهنا البصل، ومعايا طماطم، ومعايا المكرونه. انا طبعا حاطه الحله على النار، حاطه فيها زيت وملح، وسايباها تغلي عشان اسلق المكرونه الاسباجيتي الاول. ادي المية حبايبي خلاص كده غلت. هحط المكرونة، هحطها طبعا صحيح، مش هكسرها زي انتوا شايفين كده حبايبي. هي طبعا هتدبى وهتنزل في الحلة خالص. شايفين كده اهو، شايفين خلاص لوحدها هتنزل في الحلة. طبعا هسيبها تتسلق، وهبتدي اعمل الحشو بتاعتنا. وهنا الطاسة يا حبايبي انا كنت حاطة فيها معلقتين سمنة كبار، خليتها تسخن كويس، وحطيت فيها البصل هشوحها. انا مش هخليها تاخد لون، لا يا دوب بس تدبل كده شويه، وهحط عليها الفراخ. اقلبها تقلبتين بس، وهحط عليها الفراخ على طول كده يا حبايبي. خلاص معايا البصله دبلت اهي، هنزل عليها بالفراخ. احنا معانا الفراخ اللي مقطعينها، هنقلبها كويس. قلبتها كويس حبايبي في البصله، وهنحط بعد كده البهارات. انا معايا هنا الملح والفلفل، كزبره وكمون، ومعايا حبهان وقرفه بس مش كتير، انا حاطه حبه صغيره خالص. اي نوع بهارات عندك تحطيها. هنقلبها كويس طبعا زي ما انتوا شايفين حبايبي. خلاص انا قلبتها كويس. طبعا انا مش هحط الطماطم دلوقتي حبايبي، زي ما احنا كده بنعمل شاورمة فراخ. اي نوع فلفل عندك تحطيه، طماطم عايزه تحطي، عايزه تحطي صلصه، كل حاجه ماشيه معاكي. بس انا هستكفى بالطماطم بس، هحطها لها. طبعا انا مش هحطها دلوقتي، هسيبها بس تستوي شويه، وهحط في الاخر الطماطم عشان ما تتهريش معايا. انا عايزه الطماطم فيها صحيحه. طبعا تستوي هنخلصها خالص وهوريها لكم كده يا حبايبي. انا خلصت معايا الفراخ استوت. دلوقتي انا هحط الطماطم. زي ما قلت لكم لو عندكم فلفل، اي نوع فلفل تحطوه. زي ما قلت لكم دي شاورما، زي شاورمة الفراخ بالظبط اللي بنعملها، بس ده انا اعملها ونحطها في المكرونة. طبعا هقلبها قلبتين كده، خلاص تاخد قلبتين ونطفي عليها على طول. وكده خلاص المكرونة استوت معانا، بصفيها هسيبها طبعا تتصفى كويس، وهنعمل مع بعض خلطة البشاميل. يلا بينا. وهنا يا حبايبي هنعمل خلطة البشاميل مع بعض. انا حطيت اللبن وحطيت كيس البشاميل. انا طبعا هعملهم الاول على البارد، بعد كده هرفعهم على النار، وهحط الملح، وهحط لها حبة فلفل. بعد كده هرفعها على النار لحد لما تتقل معايا. ويا حبايبي زي ما انتوا شايفين انا رفعتها على النار زي ما قلت لكم تتقل معايا. افضل اقلب فيها على طول على طول لحد ما القوام بتاعها يتقل. وكده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين القوام بتاعها معايا تقل كده. لازم اقلب فيها كل شويه. هتلاحظوا انتوا بتقلبوا ان القوام بتاعها تقل. انا كده خلاص هطفي عليها زي ما شايفين، برفع اهو كده. خلاص هطفي عليها. طبعا هسيبها تهدي شويه، وهحط لها البيض.
ولو عندكم اي نوع جبنة ممكن تحطها لها. انا عندي جبنة متشكلة، جبنة متشكلة حبايبي، بس عشان هي في الفريزر متجمدة شوية. طبعا هي عشان البشاميل السخن هتسيح. انا بحبها قوي، بحطها في البشاميل بتديني طعم البشاميل حلو خالص. زي ما قلت لكم هي هتسيح. اي نوع جبنه عندك تحطيه. يعني طبعا معايا الجبنه متشكله، جبنه شيدر على موتزاريلا. طبعا هسيبها لحد ما تدوب وحدها كده، وبعد كده هحط لها البيض. حبايبي انا معايا هنا الصينيه دهنها سمنه، وحطيت عليها طبقه بشاميل من تحت عشان ما تلزقش. وهنا حطيت للمكرونه بشاميل، قلبتها مع بعض. هناخد جزء هنحطه في الصينيه من تحت، وبعد كده هنحط معانا الفراخ اللي احنا عملناها. وكده يا حبايبي حطينا معانا شاورمة الفراخ. اول حطينا طبقة المكرونة، وبعد كده حطينا الفراخ، وهنحط الطبقة التانية من المكرونة. وبكده يا حبايبي خلصنا مع بعض النجريسكو. هنحطها في الفرن درجة الحرارة عالية. طبعا هي كل حاجة معانا مستوية، يدوب بس تاخد لون الوش بتاعها وهنطلعها. وكده يا حبايبي النجريسكو خلصت معانا، اخدت اللون المظبوط زي ما انتوا شايفين. اللون جميل ما شاء الله عليها. ويا ريت حبايبي تشتركوا لي في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا واكلاتنا الحلوه. وتقولوا لي رايكم طبعا في الكومنتات. طبعا احنا هنقطعها من بعض هنشوفها. طبعا هي سخنه جميله ما شاء الله عليها، وما اقولكوش كمان الريحه بتاعتها تجنن. شايفين حبايبي جميله وحلوه ازاي. طبعا هي طريه مش هينفع نطلعها، لازم تبرد شويه، بس انا حبيت اوريها لكم من جوه. شايفين الفراخ عامله ازاي. ودي النجرسكو بتاعتنا النهارده. يا رب تكون اكلتنا النهارده عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا لي في القناه. يلا حبايبي اشوفكم فيديو جديد واكله جديده. باي باي.